بصوا حبايبي، عملت توست بالبلح جميل جدا وكله طاقة. ولو حد خد قطعة صغيرة بس ممكن يقعد عليها طول النهار. اولا مغذية، حلوة لولادنا لو حطيناها في اللانش بوكس. يلا هنعملها بطريقة سهلة وجميلة. دلوقتي هتشوفوها في الفيديو. يلا حبايبي معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومة مفيدة معنا. النهارده حبايبي هعمل لكم اكله جميله قوي، تنفع للمدارس، تنفع لغدا، تنفع عشوه خفيفه كده. مش هنحتاج الا ايه؟ البلح اللي انتوا عارفين طبعا اوانه اليومين دول، اللي هو البلح الامهات ده. ممكن يكون ايه بيتفرز برضو في الفريزر، واتنين توست. هقول لكم هنعمل ايه. احنا دلوقتي يا حبايبي حطينا مكعب زبده في طاسه كده عندنا، وبعدين هنولع عليها. احنا كده ولعنا على الطاسة وعليها مكعب زبدة. طبعا يا حبايبي البلح ده حسب ما الكمية اللي انت هتعمليها. انا هعمل يعني كمية بسيطة علشان اوريلكم بس الفكرة. انا دي شفتها وعجبتني فقلت اشارككم الفكرة. هنا بنسيح الزبدة اهي. وبعد ما تسيح الزبده هننزل بالبلح اللي احنا عملناه، وهنقلب كويس. لو لقينا في بلح امهات يا حبايبي بيبقى ناشف شويه، ممكن نحط معلقتين ميه، حاجه بسيطه يخيط يطرى، او تغطي عليه. لو انت مش عايزه ميه تغطي عليه وتوطي، هتلاقيه طري لوحده وبقى جميل. نقلب فيه كده. نقلب فيه شويه زي ما انتم شايفين كده لحد ما يطرى خالص. وطبعا موطين عليه لو احنا مش عايزين نضيف ميه زي ما قلنا. هو مكعب زبده بس. الفكره دي زي ما قلت لكم ان احنا بنشوف افكار ونقولها لبعض، وده احنا بنسلي بعض وبرضه نتعرف على بعض. اهو يا حبايبي فكره جميله قوي هتعجبكم. اللي عنده اولاد صغيره في المدارس جميله ومغذيه، بدل اللانشون والجبنه الرومي والحاجات ديت جميله للتركيز وليها فوائد جامده. طبعا البلح ده غني عن التعريف. البلح ده طبعا كنت مفرزاه، ممكن يكون جامد شويه، وممكن يفك لو وطيت. بس عشان اخلص لكم الفيديو بسرعه ممكن تحطي معلقه صغيره ميه بس، وتوطي عليه هيطرى على طول. ده منه كان في الفريزر، لكن ساعات بيجي جميل جدا، وساعات بتشتري برضو فيه بعد واحده تلاقيها جامده شويه. اهو قرب يطرى ويبقى جميل جدا. بدا اهو يطرى. شوفوا المنظر الجميل وريحه الزبده جميله، حاجه ذكرت في القرآن والرسول قال لنا عليها. البلح ده حاجه جميله جدا مغذيه، لو كلوا ديت ممكن تشبع، وغير ان كده فوائدها كتير. اهو يا حبايبي دلوقتي طري خالص. يلا بقى نحطه على التوست. هنا الاتنين توست اهو. عايزه تعملي اي مقدار براحتك حسب العدد. اهو يا حبايبي هنجيب بقى البلح ونحطه على التوست اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد ما حطيناها خالص بقى يا حبايبي نيجي نحط التوست عليها بالطريقه دي ونضغط عليها شويه. بصوا يا حبايبي ضغطنا عليها، شوفوا منظرها جميل ازاي. ونيجي بقى هنا نحط قطعه زبده في الطاسه. حطينا قطعه زبده في الطاسه، ورجعنا هنا يا حبايبي نقسم دي كده اهو بالنص زي ما انتوا شايفين اهو. هنقسمها بالنص كده اهو، واخدين بالكم اهو. قسمناها بالنص كده اهو بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي.
اهو يا حبايبي قسمناها بالنص زي ما انتم شايفين كده اهو. المنظر ده يبقى ايه بالطريقه دي اهو. اهو يا حبايبي، في ناس بتعمله في العيش البلدي يا حبايبي لو عايزينه، بس من غير بقى ايه تحمير. عايزه تعمليه نص وتحمري ماشي. دي بقى احنا بنقول عشان ولادنا طبعا انتوا عارفين بيبقوا العيال في المدارس بيبقوا عايزين ايه حاجه تكون شكلها برضو يعني معقوله كده قدام زمايلهم. بصوا زي ما انتم شايفين اهو قسمناها، ونيجي على الطاسه ونحمرها اهو يا حبايبي. نحطها ايه هنا اهو اهو زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. هو المفروض كانت الزبده تقدح شويه بس عادي اهو. نحمرها من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه، ونحط التانيه برضو ايه جنبها. حاجه تحميره بسيطه او تشويحه كده يعني، مش هنكتر الزبده. بصوا حبايبي بقى بعد ما حمرناها تحميره كده خفيفه، عايزه تقرمشيها عن كده قرمشيها براحتك. بصوا بقى لما تتحط كده في اللانش بوكس لطفل صغير منظرها جميل ازاي، او احنا ناكلها في غدا في عشاء في اي حد بيذاكر. جميله جدا ازاي، بصوا مقرمشه ازاي. وطبعا الاطفال بيحبوا المقرمش كله. وبكده اكون افدتكم في حاجه شفتها وعجبتني وشاركتكم الفكره. اتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.